تخيل نفسك لاعب كورة جاي التمرين عادي، لابس الشورت والتيشيرت، وفجأة المدرب ينده عليك، يبص لك من فوق لتحت ويقول لك النهارده انت هتلعب بالفستان ده. وفستان ايه؟ فستان لون وردي شبه فساتين الباليه بالظبط، كأنك داخل فرح مش تمرين كورة. القصة دي حصلت فعلا مع اللاعب غاري فريزر، لاعب بارتك سيسل الاسكتلندي. المدرب كان شايف ان مستواه في الارض خالص، مش مركز ومش بيحترم المجهود اللي الفريق بيعمله، فقرر يعاقبه باسلوب يخليه يفتكر اللحظة دي طول عمره، يخليه يتكسف من نفسه قدام زمايله. الفستان الوردي ده كان رسالة: كل ما بتلعب من غير تركيز انت هتظهر بالشكل ده. وفريزر اضطر يلبسه طول التمرين على جزمة كورة سودا، وسط ضحك وتعليقات من زمايله والعيون كلها عليه. الصور انتشرت جدا والناس اتقسمت نصين، في اللي قال ان دي طريقة تأديب جديدة من النادي علشان ضعف مستواه، وفي اللي شايف انها مجرد شو من اللاعب علشان يلفت الانظار. لكن اللي واضح ان الرسالة وصلت، لان بعدها اداء فريزر اتغير 180 درجة وبقى يقاتل في الملعب حرفيا. الغريب بقى ان فريزر ده مش اول مرة يعمل ضجة، قبلها بشهرين اتوقف 9 ماتشات بعد ما اعتدى بعنف على لاعب في ماتش ضد دنفرملين. القصة دي بتعلمك حاجة: ساعات العقاب الغريب هو اللي بيعمل فرق، وساعات الإحراج قدام الناس بيكون بداية العودة. ما تنساش لايك واشتراك للقناة عشان يوصلك كل جديد. مع السلامة.